صباح الخير. كنت دايما بفكر ازاي الممثلين والممثلات الاجانب بيعملوا حاجات قبيحة في الافلام وبعدين يرجعوا عادي البيت لاولادهم وجوازهم، واولادهم لما يكبروا يشوفوا الافلام اللي امه او ابوه بيعملوا فيها حاجات قبيحة وعادي. وبعدين قعدت افكر طب ازاي الممثلين او ممثلات الايروتيكا او البورن بيرجعوا البيت عادي برضه. وفجأة لقيت إجابة اسمها اختلاف الثقافة لما اتفرجت على فيلم وثائقي بالصدفة. قبيلة مش عارف ايه لما الدنيا تمطر الرجالة تتزوق يحطوا مكياج ويلبسوا بلاوي سودا ويقعدوا يرقصوا ويغنوا للستات، وثلاث ستات يختاروا ثلاث رجالة يقضوا معاهم ليلة حمراء حتى لو كان الراجل ده متجوز أو الست دي متجوزة عادي. الفلاسفة يقولوا لك ده مش تخلف، ده اسمه اختلاف الثقافة واختلاف الدين. فاحنا ما نقدرش نقول ان ده تخلف. ليه؟ لان في الدول المتقدمة البت والواد مع بعضيهم وابوه وابوها وامه وامها عارفين وعادي. ليه؟ لان ابوه وامه كانوا كده مع بعضيهم، وامه كانت كده مع 1000 واحد قبل ابوه، وابوه كان مع 1000 واحدة قبل امه، والكلام ده ينطبق على ابو وام البت برضه، زائد القانون بيسمح لهم بده. هي دي الثقافة بتاعتهم. السؤال، ليه في الدول المتقدمة لما الست تروح تنام مع واحد غير جوزها او حبيبها او ايا كان بتعتبر خيانة وجرحتي قلبي والدموع والاحساس بالذنب ولقد خدعتيني؟ ليه؟ هو مش عادي؟ وبعدين لقيت ان ده عادي. في حاجة اسمها سوينجرز، الواد يبدل مراته مع مرات صاحبه ويقضوا ليلة زي الفل. وبعدين لقيت ان ده لا مش عادي، الاب والام ما بيبقوش راضيين لبنتهم تروح تنام مع واحد او ابنهم يروح ينام مع واحدة مش مراته، بس ثقافة المجتمع بتقول ان ده عادي والقانون بيقول ان ده عادي. وبعدين لقيت ان في ابناء وبنات ما يقبلوش على نفسهم كلمة سلات او عاهرة، وبيعتبروا ان اللي تنام مع واحد مش جوزها تبقى سلات، واللي ينام مع واحدة مش مراته يبقى سلات برضه. يبقى اذا هنا في مشكلة، في تعارض بين ثقافة المجتمع والمجتمع نفسه. الثقافة بتقول ده عادي والواد من جواه بيقول لا ده مش عادي. يبقى ندور على اصل التعارض ده. الافلام، يعتقد البعض ان كل الافلام ابداع وموهبة وتخيلات وعبقرية وفن الكلام ده كله. انا ممكن اوافقك في النقطة دي من اول ما بدأت السينما سنة 1895. السنة دي كان ابداع وتخيلات وعبقرية والكلام ده كله. احنا ممكن نتفق ان الابداع بيوصف حاجة انت عملتها محدش قبلك فكر فيها او عملها. افلام الايروتيكا والبورن او المشاهد الجنسية في الافلام العادية ما فيهاش ابداع، ده انت بتصور حاجة العالم كله عارفها وبيعملها. ده ايه الابتذال ده؟ وطبعا لان المخرجين كلهم فاكرين نفسهم عباقرة وعندهم ابداع وفن، فقالوا طب ما نبدع في الموضوع، نحط حاجة جديدة. واحد دخل على اخته لقاها نايمة مع صاحبها وعادي بالنسبة له. الواد نايم مع البت قبل ما يتجوزوا، خلف من البت ولسه ما اتجوزوش، ابنه كبر وبقى عجل ولسه ما اتجوزوش. حاجات جديدة فيها ابداع. استنى، لا، ثقافة المجتمع لا تقبل هذه الافعال الفاحشة. طيب بلاش نعملها قفش كده، احنا نمشيها واحدة واحدة ونقسمها على المجتمع. الفيلم فيه بوسة يبقى لغاية 7 سنين تدخل الفيلم، مايوه وحركات وقلع وكلام من ده يبقى لغاية 14 سنة تدخل الفيلم. الشغل الحقيقي بقى 18 سنة تدخل الفيلم. طيب السؤال، ليه؟ ليه كده؟ الإجابة بكل بساطة إن السينما مش مجرد فن وإبداع وبطاطس، السينما برضو تجارة. وربنا بيقول زين للناس حب الشهوات. انت عندك بني ادمين بيحبوا حاجة وانت في ايدك تديلهم الحاجة دي، لا ده انت كمان في ايدك تبيعها لهم. طبعا مش بتديها لهم كاملة، انت بتديلهم صورة بس من الحاجة اللي هم عايزينها، لكن دي تجارة ناجحة جدا. هو ده الموضوع كله، الناس بتحب الجنس، هي دي الكلمة العربية الفصحى للحاجات. الناس بتحب الجنس وانت في ايدك تعمل لهم مشاهد جنسيه، لا ده انت كمان في ايدك تعمل لهم افلام جنسيه. هتعمل لهم المشاهد الجنسيه، هتعمل لهم الافلام الجنسيه، هيشتروا المشاهد الافلام دي يعني وهيشتروا الافلام الجنسيه، وانت كده كسبت. الف مبروك. كده حصل حاجتين، واحد انت غيرت ثقافه المجتمع بابداعك في اللي بيحبوه، اتنين بعت لهم ابداعك واشتروه. خلوا بالكم ان كلمه ابداع ما بتوصفش بس التفوق في حاجه حلوه، يعني في ابداع في الشر برضه زي ما في ابداع في الخير. نرجع للموضوع، تطور الحوار وبقى ليك جمهور وبقيت تاخد جوائز، والحاجتين دول بيزودوا تجارتك، بيزودوا ربحك، فليه توقف التجاره دي طالما انت بتكسب منها؟ بعد الكلام ده كله انت شايف ان ده مشكله؟ شايف انهم بيتاجروا بغرائز الناس وده مش مشكله؟ لو شايف ان ده مش مشكله اعمل لايك للفيديو واقفله. لو شايف ان ده مشكله انا هقول لك الحل. الحل مش زي ما ناس كتير بتعمل، بتهاجم وتشتم صناع العمل والممثلين والممثلات، لان دي تجاره قانونيه، مهما اتكلمت هم اللي هيكسبوا، حتى كمان هيرفعوا عليك قضيه سب وقذف. امال ايه الحل؟ الحل بسيط جدا، ما تشتريش الافلام دي، ما تدخلش السينما تتفرج على الافلام دي، ما تدعمش بدخولك المواقع اللي بتنشر الافلام دي. المشكله انك جزء من المشكله، انت اللي بتدعم التجاره دي. يوم ما تبطل تدعم التجاره دي هتنتهي، هتختفي.
هو ده حل بسيط جدا، ده كمان موفر، ده بقول لك ما تدفعش فلوس. نفس الفكره تنطبق على الفيديو المسيء لسيدنا محمد. الناس عماله تعمل شير شير شير، وساعدونا نمنع عرض هذا الفيلم. فيلم يا حبيبي، ده فيديو، ده فيديو يا حبيبي، ده فيديو، ده فيديو فاشل حتى، ده معمول كله بجرين سكرين، وجرين سكرين بايظه، يعني مش حتى مظبوط، لا بايظه. وانت بتنشره انت معتقد كده انك بتدافع عن الرسول وبتنصر الاسلام يا حبيبي مفيش فيلم، ده فيديو. وحتى لو في فيلم ما تدخلوش، ما تشتريهوش. في ايه يعني؟ مثلا اعمل شير للفيديو ده الفيديو ده اللي انت بتتفرج عليه اعمل له شير، لكن ما تعملش شير لفيديو انت متضايق منه وعايز تمنعه. لو كمان ايه، تحملوا الفيديو من يوتيوب وبعدين ترفعوه تاني على الشانل بتاعتكم على يوتيوب وتغيروا العنوان معا من اجل منع هذا الفيديو. يا حبيبي انت لا رفعه. طيب انا كده خلصت، سلام.